عبد المجيد بس لا تقضم زمارة رقبته ولا لنا دعوة بيه خالص. انا اديته قبل كده فرصة وفرصتين. يلا يا خليل، يلا لم هدومك وفارقنا. يلا يا رجالة اعملوا لكم همة شوية، عايزين نخلص مقطوعية تصليح كويسة النهاردة. التسهيل على الله يا ست نعمة، كله على الله. يلا يا رجالة. لا خليكم كلكم بقى في الناحية الغربية عشان نخلصها الأول. حاضر يا ست نعمة. بقول ايه يا عبد المجيد؟ نعم. مفيش أخبار من الواد خليل؟ من ساعة ما مشي مرجعش. هيدوخ شوية وهيرجع. هيروح فين يعني؟ اتفضلوا يا خالتي. ايه يا رفاع؟ في جماعة مهندسين زراعيين من مصر عايزينك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. المهندس سامح عبد الرسول. أهلا وسهلا. وانا المهندس نبيل عبد الرؤوف يا فندم. أهلا وسهلا. الأستاذ كريم قال لنا نيجي نعاين الأرض عشان نعمل الدراسات اللازمة. وماله. أهلا وسهلا. اتفضلوا. يلا خد بالك انت يا عبد المجيد لغاية ما ارجع. اول حموضة الرمل ما تتعبى هطلع انا. طب وانا مش هتأخر عليك. اتفضلوا. العصير. متشكرين. احنا شايفين انك بدأتي بالفعل في عملية التمهيد. ابتدينا. متهيألي نوقف الكلام ده كله دلوقتي. ليه؟ لأن الدراسات هتاخد وقت شوية. وقت قد ايه يعني؟ يعني مش أقل من 6 شهور ويمكن سنة. سنة؟ ايوه، هندرس كل حاجة على الطبيعة وناخد عينات من التربة ونحللها ونشوف نوعها وحاجات كتير قوي. وفي المدة دي نعمل ايه هما؟